بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. حبايب قلبي، كيفكم؟ ربي يسعد ليكم يا رب وين ما كنتوا بتتابعونا، وحياكم الله في هالفيديو والحلقة الجديدة. كثير منكم يسألني عن الببغاء، عن ببغاء الدرة. يلا تعالي روحي طيري 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 طيري. طبعا الأمانة يا جماعة الخير من الطيور المميزة اللي هي عندي، تبارك الرحمن. وبعد صار عندنا واحد تاني راح نشوفه إن شاء الله خلال هذا المقطع، وراح نطعميه وراح نعرفكم عليه، على الببغاء الجديد. طبعا عم يتخانقوا كثير 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 كثير، وعم تعض هي بطريقة مش طبيعية. بس روحي روحي روحي. شوفوا هون الأمانة في عش لليمام مرة باضت وفرخت هون عندنا. طبعا ببداية المقطع بتمنى دعمكم لهذا المقطع في اللايك والتعليق، واشتركوا وفعلوا زر الجرس لأنه يوصلكم إشعارات على الفيديوهات الجاية. واللي حابب يعرف عن ببغاءات الدرة أكثر وأكثر بتمنى أنه يذكرنا في التعليقات، وإن شاء الله ما راح نقصر معاكم. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة بهذا المقطع، ويلا نبدأ. طبعا وبسم الله، يلا نحضر لها الوجبة لببغاء الدرة أو الببغاء الصغير. بحلمكم الطريقة اللي هي لتحضير الوجبة. طبعا هي للببغاءات ممكن انكم تشتروها من اي محل طيور. طبعا هذا النوع انا اول مرة اجربه، كان في عندي علبة مختلفة عن هذا النوع، ولكن بيحكوا انه هذا طبيعي، فخلينا نشوف ونجرب. الأمانة أنا جربته من صغرها لين هذا العمر، ما زالت حاليا ما عندي الفكرة الكاملة عن العمر، ولكن لما جبتها الأمانة كانت لحم، الوالد جابها كانت لحم، وحاليا في هذا العمر. فيلا نحضر لها الأكل. طبعا أول شيء بنجيب الشنق. أهل العراق راح يفهموا علي أكثر، والنعم فيكم، لأن نحن بنسميه شنق. الأمانة إيش بتسموه في لهجتكم المحلية؟ احكوا لنا. اللي هو الصحن طبعا كبير نوعا ما، هو اصغر عادي، ولكن ما عندي اي مشكله، انا بنظفه بعدين. هذا الشيء مخصص لببغاء الدره، بالاضافه باني بجيب على حسب الكميه اللي على حسب الوقت. طبعا الصبح في لها وجبه، وحاليا في لها وجبه المفروض يكون في معلقه اني اصب فيها، ولكن انا مغسل ايدي وحاطط معقم بحيث اني ما اضر الببغاء او انه يتاثر على اكله. طبعا وحاليا حطينا شويه. حاليا بنروح على المي. اول شيء لازم نتاكد من حراره المي. طبعا عادي حتى المي العاديه ممكن انك انت تحط عليها، تاكد من حراره المي، لانه حراره المي جدا مناسبه انها تكون معتدله، ما تكون حاره زياده بحيث انها ما تأثر على الطير، وخصوصي بالجو الحار. فبنحاول اننا نستنى شوي المي لين تصير معتدلة، وبعدين نخلط الاكل بالمي. طبعا بالنسبة للمقادير، المقدار تبع المي اللي راح نحطه هو بيعتمد على حسب كثافة الأكل، أو على حسب الأكل اللي أنت بتحطه، وعلى حسب اللزوجة. طبعا هلا حاليا بنحط هاي المي، وبعدين بنروح بنحاول إننا نخلط، بس قبلها لازم إننا نسكر المي. تمام، نخلط الأكل. فينك إنك تخلطه في إيدك، أو إنك تخلطه في معلقة أو شيء تاني. طبعا بنخلطه، لازم اللزوجة. هلا راح أوريكم كيف تطلع اللزوجة تبع الأكل. يحتاج له بعد إضافة مي. طبعا يا جماعة الخير اللزوجة تكون بهالشكل أفضل شيء للطير، بحيث إنها ما تكون سميكة، وبنفس الوقت ما تكون مريئة كتير. ليش؟ لأنه طريقة الشيء اللي راح نطعميها فيها للطير راح تشوفوها كيف. في بعض الناس، أنا هو صغير كنت أطعميه في السرنج، ولكن حاليا بنطعميه بطريقة جديدة بحيث انك تعودوا على ايدك وتحفظوا ايدك. هلا حاليا راح نحاول اننا نبعد هي، لانه الامانة راح تعذبنا. لا روحي تعالي، خلص روحي، يلا روحي. الامانة دايما تحاول انها تخرب علي وانا عم طعميه. تعالي يلا روحي يلا. هلا طبعا اول ما تشوفني فتحت الباب هي هناك راح تجي على طول. شوفوا لسه عادني ما فتحت الباب، استني شوي. طبعا انثى. فهلا حاليا راح اوريكم. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حاليا بوريكم على الطريقه المفروض الامانه اطعميه بايدي اليمين. بتحكم فيها اكثر
ولكن هو عم ياكل مثل ما انتم شايفين. تبارك الرحمن. شايفين يا جماعة الخير؟ يمسح اصبعي مسح. حاول انه احط له اللقم بهذا الشكل. ايوه، وياكلها بهاي الطريقة. طبعا للأمانة فينا اننا نطعميه في السرنج، وفينا نطعميه في الايد عادي على حسب ما احنا يعني حابين، ولكن انا الافضل اشوف انه الفترة الاولى الطعميه في السرنج لين يكبر شوي. لا 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 لا، هذا للأمانة مأذي 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 مأذي. خلاص كل. الأمانة عضني. ليش؟ بتغار 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 كتير. الأمانة عضتها قوية قوية قوية، وبتعضني من الإيد اللي أنا عم طعمي فيها الطير، بحيث إنه يعني تحسسني إنه لا ما تطعمي. لكن بعد ما هلا حاليا كمان الحمد لله انه ما جرحت لي اصبعي. لو جرحت والله جرحتها بصراحه، جرحت لي اصبعي، فلازم اننا نغير الاصبع على اساس انه ما نطعمي دم للطير. تشوفوا طبعا هاي الاصبع بيكون اريح فيها الاكل. تبارك الرحمن، بسم الله. طبعا يا جماعه الخير ما راضي انها تروح، وكل ما تشوفني جالس اطعميه لازم انها تجي وتخرب علي. لا 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 لا، ما بدي اياها تطلع. ايوه، انا ما بدي اياها تجي، ما بدي اياها تطلع، تجي وتوقف على راسي. شوف تبارك الرحمن، حاليا عم نطعميها. طبعا يا جماعة الخير وجبتين في اليوم فقط، وجبة الصباح ووجبة في الليل اللي هي وجبة بعد العصر، بحيث اننا نحافظ على صحة الطير. وشوف تبارك الرحمن شوف يسوي. طبعا قاعدة بتجي بتلف وبتدور حوالينه، بدها تعمل اي شيء بحيث انها تخرب علي. طبعا عطتها قوية 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 قوية. فيها غيرة ما طبيعية. فيها غيرة ما طبيعية. طب يعني خليني اطعميها. تجي تنزل على راسي على اساس انه تلهيني عن اي شيء بسويه. شوفوا 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 شوفوا. لا لا خلاص، روحي روحي. طبعا يا جماعة الخير هي لأنها من وهي صغيرة متعودة علينا، ومتعودة إنه نحن فقط اللي نطعميها، ونحن فقط اهتمامنا لإلها. فهلا لما شافت إنه في حد عم يشاركها ومن نفس النوعية، فصارت تحاول إنها تغار. خلاص شوفوا 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 شو متطلع، شوف شو متطلع. طبعا هلا حاليا اكلت، بنخليها شويه انها تشرب مي على راحتها، بعدين بنشوف اذا بعدها جوعانه ممكن نزيد لها وجبه اضافيه. بس شوفوا تبارك الرحمن تقريبا الاكل خلص. طبعا يا جماعه الخير خلاص بعد ما اننا نخلص هلا حاليا بس بنمسح فم الببغاء. شوفوا تبارك الرحمن الحويصله مالته صارت كبيره. نحاول اننا نخليها جوا شوي على اساس انها تشرب مي. شوفوا حاليا بعدها بدها تاكل وبعدها بدها تطلع. تبارك الرحمن، ولكن ما بدي الببغاء هذاك يجي يسوي شي حركة غلط ممكن يأذيها. شوفوا تبارك الرحمن. شوفوا شوفوا، بس في غيرة مش طبيعية. تبارك الرحمن. لا لا لا, لا. أنا خايف عليكي، روحي لو سمحتي لجوا. أيوة روحي. هاي مأذية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شوفوا شوفوا شوفوا
يا اخي فيها حرقه، فيها غيره مش طبيعيه. تعالي الحين ما في، خلاص بتغار، الحين بتغار، بتحاول تأذيها بأي وسيلة ممكنة للببغاءة. طبعا يا جماعة الخير في هذا المقطع راح نشوف كارثة صارت. الببغاءة الدرة اللي هي مربينا من وهي صغيرة للأمانة، من هي فرخ، صارت شريرة بالأمانة. آخر فترة صارت تضرب الببغاءة اللي بعد اشتريناها وهي صغيرة وربيناها، وحاليا أول مرة أعرض لكم إياها. بس الأمانة صارت. طبعا يا جماعة الخير في هذا الفيديو راح نشوف شيء خطير للأمانة، وأتمنى دعمكم في هذا المقطع. مثل ما انتم شايفين الببغاءة هي جرحتني بسبب انه في غيرة بينها وبين هي الببغاء الجديد اللي جبناه، او هو كان فرخ وربيناه حاليا في هذا العمر. فبتمنى دعمكم لهذا المقطع في اللايك والتعليق واشتركوا وفعلوا زر الجرس ليوصلكم اشعارات على الفيديوهات الجاية، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. طبعا يا جماعة الخير في الفترة القادمة بإذن الله راح نحاول إننا نخليهم أليفين على بعض، بس أنا مستنيها هي تكبر أكثر وأكثر، لأنه إذا تخانقت معاها هي راح تخليها يعني نوعا ما شريرة. تبارك الرحمن، تبارك الرحمن. السلام عليكم. تعال يلا يلا نزي راسك 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 راسك. طبعا يا جماعة الخير ما بخفي عليكم انه اخر فترة صارت يعني عنيدة نوعا ما، وصارت تحاول انها تستفزني باشياء مش طبيعية. يعني انه انا مثلا اكون عم بسوي شيء تجي على راسي وتحاول انها تلهيني عن الشغل اللي انا بشتغله. طيب شوفوا حاليا انا بس اروح لهناك، تمام، اروح بس لهون، شوفوا هاي بس مثلكم الغيرة اللي فيها في الببغاءة ثاني، مجرد وصلت قبلي، بعدها وصلت قبلي، فما طبيعية. شوفوا مجرد اني ما انا انزل يفتح الباب، يلا. طبعا في شيء بخوفها هلا حاليا، عم تشوفوا في السماء. تعال خلص خلص خلص، تعال. ما بدي اياها تعضني مرة ثانية، يعني عضتني مرة أولى، خلاص ما في داعي تعضيني مرة ثانية. فطبعا يا جماعة الخير راح نحاول قدر الإمكان أننا نروضها في الفترات القادمة. مثل ما شفتوا الببغاءة الجديدة، شوفوا كيف تحاول أنها تأذيها بأي طريقة ممكنة، بس نحاول أننا نوريها أننا حنونين عليها. تعالي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تعال عس بس. طبعا يا جماعة الخير هلا عم بحاول، طبيعية، عم بحاول اني ارجعها بس على البيت، بس بتحاول انها تعضني بحيث اني اخليها. فلهون حبايبي قلبي بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا. بتمنى دعمكم لهذا المقطع في اللايك والتعليق واشتركوا وفعلوا زر الجرس يوصلكم اشعارات على الفيديوهات الجاية، وان شاء الله بنكون معاكم اول باول عن التطورات اللي راح تصير مع هذا الببغاء والشرير اللي موجود هون. كان معكم اخوكم عبد الحكيم، لا تنسوا الدعم، حياكم الله.